ليه الشخص المريض بالجلطة ممكن يفقد القدرة على حركة ايده ورجله؟ الجلطة الدماغية بتحصل لما ينقطع تدفق الدم لجزء من الدماغ، وبالتالي يمنع من تدفق الاكسجين والغذاء الضروري لخلايا المخ. تعرض خلايا المخ للتلف في المنطقة اللي حصلت فيها الإصابة. وربنا سبحانه وتعالى خلق لنا المخ مقسم لأجزاء كتير، كل جزء بيكون مسؤول عن اكشن معين، وبالتالي لما تحصل جلطة في الجزء اللي مسؤول عن الحركة ويؤدي الى تلف الجزء ده من الدماغ، وبالتالي يؤدي لفقدان القدرة على السيطرة على العضلات اللي بتؤدي للحركة. وده بيحصل نتيجة 4 حاجات. رقم 1 تلف في القشرة الحركية. القشرة الحركية هي المنطقة المسؤولة عن ارسال الاشارات من والى المخ للتحكم في العضلات اللي بتؤدي للحركة. رقم 2 قطع في الاشارات العصبية، الافرنت والافرنت والسيالات العصبية من والى المخ والعضلات، لان الجلطة بتعطل الاتصال ما بين المخ والاعصاب المسؤولة عن تحريك العضلات اللي بتؤدي للحركة، وبالتالي يفقد المريض القدرة على الحركة. وبالتالي المريض هنا بيصاب في الجزء المعاكس من الاصابة في المخ. يعني لو كان لا قدر الله شخص اصاب بجلطة في الجانب الايمن من المخ، تؤدي للاصابة فقدان الحركة بالايد والرجل اليسرى، يعني شلل نصفي في الجانب الايسر، وده بيؤدي بعد كده لتشوه العضلات وضمورها اللي هي الديسيوز اتوفي، لان المخ ما بقاش يرسل لها لا اشارات عصبية ولا في تغذية رايحة للعضلة ولا العضلة نفسها بتتحرك، لان المريض بقى قعيد فراش، وده بيؤدي لحدوث تيبس في العضلات وتشنجات مستمرة. والعلاج هنا ايه؟ ان لو حضرتك شفت اي حد عنده بداية اعراض الجلطة لازم فورا تاخده لاقرب مستشفى طوارئ، لان انت كل ما لحقته بدري كل ما ممكن نلحق المريض والتدخل الطبي يشافه. ازاي العلاج الطبيعي والتأهيل مهم جدا، وهو العلاج الاول بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى اللي ممكن يؤدي لاستعادة الحركة تاني. العلاج الطبيعي بيعتبر من اهم وسائل العلاج بعد الاصابة بالجلطة الدماغية، لانه بيؤدي لتحسين الحركة واعادة الاتزان للانسان تاني. واهم 4 اهداف بالنسبة لنا للعلاج الطبيعي مع المريض المصاب: رقم 1 استعادة الوظائف الحركية، ان المريض ده يقدر يتحرك تاني مع الوقت. رقم 2 منع المضاعفات السنوية اللي ممكن تحصل نتيجة الاصابة بالجلطة، زي تيبس المفاصل او تقرحات الفراش او البيت سورسز، ودي نقطة في غاية الخطورة. رقم 3 تحسين مرونة العضلات وتقليل التشنجات العصبية. رقم 4 استرجاع التوازن، وان المريض يكون قادر انه يمارس مهام الحياة اليومية باستقلالية، ما يعتمدش على حد. ودي من اهم الاهداف اللي المريض بيكون نفسه انه يحققها، وهي اول خطوة او انه يروح للحمام لوحده بدون اي مساعدة من حد. دي كانت ريلز بشكل سريع عن دور العلاج الطبيعي في تأهيل مرضى الجلطات. في فيديو هننزله بالتفصيل ان شاء الله عن الجلطة الدماغية قريب جدا، استنونا. المهم والاهم، لو انت مهتم بالعلاج الطبيعي للاعصاب والعمود الفقري فهنا دايما مكانك. صلوا على النبي. مصطفى سليم، هنا حكيم اعصاب. اشوفكم الفيديو الجاي، وبكده تبقى عرفت